نفط في حمل في الصحراء الشرقيه. هناك امور تدار في الخفاء من اجل يعني استكمال الوحده الترابيه للمملكه المغربيه، وهذا كلها رسائل ودلالات كبيره. وكنشوفوا الصيت العالمي باش ما نطولش، كنشوفوا الصيت العالمي اللي كيعيشوا المغرب اليوم اللي اصبح قاعده ديال الاستثمارات الاجنبيه. كنشوفوا الصين كتجي المملكه المغربيه لميناء طنجه وكتشن خط بحري من طنجه الى الاتحاد الاوروبي الى الصين بتاكيد الطريق الحرير. كنشوفوا روسيا، الولايات المتحده الامريكيه، الصين، كلهم شركاء ديال المغرب. لا احد يعني يخالف المغرب والتشارك مع جميع الدول يعني بناء على مبدا رابح رابح اللي قال جلاله الملك، والشراكه الاستراتيجيه والاحترام المتبادل. المصداقيه ديال المغرب على الصعيد العالمي خير مثال الان الصوره الكبيره ديال المملكه المغربيه في جميع المجالات وفي جميع القطاعات، على المستوى الدبلوماسي، على المستوى الاقتصادي، البنيه التحتيه، المشاريع، التكتلات والتحالفات، وفي القاره الافريقيه على الصعيد الدولي. اصبح المغرب كذلك قاعده اساسيه في حل مجموعه ديال النزاعات وتحرير حتى بعض الرهائن في القاره الافريقيه، وراك عارف عن كندوي مجموعه الامور كبيره. اصبح المغرب قوه مخابراتيه لا يستهان بها. عندما يقول باش نختم، عندما يقول جلاله الملك الان، عندما يقول نحن نعيش عصر، ويعطي برساله غير مباشره على اننا نعيش عهد احمد منصور الذهبي، لانه القائد العام للقوات المسلحه الملكيه ويعرف كذلك حتى الترسانه العسكريه اللي كتوفر عليها المغرب والاهبه والاستعداد ديال الجيش المغربي والقوات المسلحه الملكيه. وخير دليل اتفاقيات الاسلحه الكبيره اللي كتدخل المغرب وعلى مشارف في الاتحاد الاوروبي وتعطينا الصناعات العسكريه والقوه ديال الجيش المغربي اللي اصبح في مراتب متقدمه على الصعيد العالمي. بالاكيد صاحب الجلاله نعيش عصر احمد المنصور الذهبي، عصر ذهبي يعيشه المغرب بقياده جلاله الملك محمد السادس نصر الله وايده. تحياتي لكم، معذره على الاطاله. شكرا سي امين. وسي امين لمن لا يعرفه ما شاء الله عليه من بين القامات الكبيره في هذا التيك توك هذا، في جعبته الكثير، وربما شرف كبير سي امين، والف مرحبا بك. ربما كان مداخله ديالك ما شاء الله عليها، فتحيه احترام وتقدير لكل الحضور الكريم. نمشيو عند متبادله. تحياتي. مرحبا اخي امين، مرحبا. نمشيو عند سي محمد وفخير. مرحبا مون جنرال. تحياتي خويا دريس وسي سمير مون جنرال دريس بن عمر واستاذنا سي ماريد واستاذ عمر اهل الرشيد واستاذ سي امين. انا من سنوات عديده بزاف يعني في تويتر، واللي متابعني في تويتر كنت اقول بان ما يقوم به المغرب حاليا في افريقيا يدخل في اطار إحياء طريق تاريخية اللي هي طريق الملح والذهب. وكنت درت واحد البوست كما أن الصين تسعى إلى إعادة إحياء طريقها التاريخية طريق الحرير بما يسمى بمبادرة الحزام والطريق بيلت أند رود. المغرب يسعى الى اعاده احياء. انا هذه تقريبا كنهضر في هذا الشيء اكثر من تقريبا 10 سنين هذه ولا 9 سنين على نفس الفكره. وسي مون جنرال اعتذر عن المقاطعه، كان في احد اللايفات هنايا تكلمنا على هذه الطريقه هذه والتاثير ديالها ومدى يعني أنا نقول ان التاريخ يذكرها كثيرا، طريق الحرير والذهب. تفضل. الملح والذهب. تفضل. قلت لك مبادرة طريق الحرير السيلك رود اللي دارت في إطارها الصين مبادرة الحزام والطريق بيلت أند رود. المغرب يعيد إحياء طريقه التاريخية سولت أند جولد، يعني حتى في القافية جايين بحال بيلت أند رود وسولت أند جولد. وهذا المشروع هذا ماشي هو مشروع خيالي ولا مشروع سوف، لا، هو في اطاره يعني في اطار الانجاز، لانه ما يقوم به المغرب سواء في انبوب النفط انبوب الغاز اللي من نيجيريا طنجه ابوجا طنجه والطريق السريع طنجه ابوجا، يعني سناتي بانبوب وسنذهب بطريق الربط الكهربائي، لأن طريق الملح والذهب أو طريق الحرير الصينية يربط آسيا بأوروبا. فطريق الملح والذهب المغربية هو ربط إفريقيا بأوروبا وبالساحل الآخر أو الجانب الآخر من الأطلسي. وهذا المشروع
اللي راه يعني اون كور ديكزيكسيون في اطار التنفيذ من ربط الكهربائي بين المغرب والدول الافريقيه من جانب، والربط الموجود اصلا الكهربائي بين المغرب واوروبا، الغاز وانبوب الغاز، ربط الطاقه الافريقيه باوروبا، الطرق السريعه، الجهد الدولي الذي يقوده المغرب لربط دول الساحل بالموانئ الأطلسية. ولكل مشروع وجه إعلامي، يعني كل مشروع جانب ترويجي. شنو هو الجانب الترويجي لمشروع أو لهذا لإعادة إحياء طريق الملح والذهب الذي يربط أوروبا إفريقيا بأوروبا؟ هو كأس العالم. وكأس العالم يربط أول مرة في التاريخ أنه يربط أوروبا إفريقيا بأوروبا بالجانب الآخر من المحيط الأطلسي، وهذه قليل من الناس اللي انتبهوا لها. يعني حتى المقابلات التي ستتم في الأوروغواي وهذا المشروع هو مشروع موجود، يعني كان أشار له كاتب الدولة المساعد في الخارجية أيام ترامب، يعني في بايدن، ماشي ترامب. وكان من دار واحد الخطوة كانت من أكثر الأشياء التي ضغطت على فرنسا كي تعترف بالصحراء، هو أنه وضع خريطة المحيط، الدول المطلة على المحيط الأطلسي، واستثنى فرنسا على حسابه على تويتر. هنا غادي نجيو، يعني هذا الشيء كله انا قلته تقريبا في سنوات عديده وكررته الى ان جاء هذه السنه، وانا شخصيا فرحت واحد الفرح طفولي، يعني كانني تلقيت هديه كبيره. قسما بالله الى الصدمه اللي تصدمتها انا لا اعتقد ان شخصا فوق الكره الارضيه صدمها. يعني سمعت بان الملك، او قرات بان الملك سمى دفعه خريجي المعاهد والاكاديميات والمدارس العسكريه والترابيه والامنيه باسم السلطان احمد المنصور الذهبي. فعلا كانت عندي واحد الفرح غير طبيعي بالنسبه لي، لانه فعلا تاكد ما كنت اقوله. علاش السلطان احمد المنصور الذهبي، وما هي اسقاطاته على الواقع، باش ما نهضروش بالخبير وبالحجايات. خاصنا نعرفوا ماذا كان قبل. لو جينيرال دقيقه الله يرحم فيك السي دريس، هبط لي وطلع دين دار الله يرحم لك الوالدين، عنده اضافه غادي يمكن له انه يعطي اضافه اكثر مني. طلعوا الله يرحم لك الوالدين. مرحبا وشكرا مون جنرال. تفضل مون جنرال، تفضل اسمح لي. شوف، قبل هذا الاعلان هو اعلان خطير واشاره دقيقه جدا، لان ما كان قبل عهد السلطان احمد المنصور الذهبي هو ما نعيش اليوم نهاياته. يعني الوضع ديال المغرب قبل السلطان احمد المنصور الذهبي كان عنده صراعات ترابيه، كان عنده صراعات نحو المشرق، في المشرق مع الدوله العثمانيه، كان عنده صراعات مع الدوله البرتغاليه، كان عنده صراعات مع الدوله الاسبانيه. الوقت اللي تولى احمد السلطان احمد المنصور الذهبي سوف نرى قطيعه مع المشرق، قطيعه نهائيه، والتوجه نحو الجنوب، يعني مستقبل المغرب نحو الجنوب. فالمغرب انتهى من مشاكله الترابيه تماما باعتلاء السلطان احمد المنصور الذهبي السلطه في المغرب، وتوجه جنوبا. يعني حتى الصراعات انتهى من الصراعات اللي كانت عنده في المشرق واللي كانت عنده مع المشرق، والصراعات اللي كانت عنده مع الشمال، اللي كانت عنده خصوصا مع الامبراطوريه البرتغاليه.
وقضت يعني كل مشاكل الدولة التي كانت في الشمال وفي الشرق. العهد ديال السلطان أحمد المنصور الذهبي يعتبر خطا فاصلا بين حقبة اللا استقرار وحقبة الاستقرار الكامل والتطور الاقتصادي. هنا اللي ما كيعرفش باش نختم خوت، لانه هذه الرمزيه رمزيه كبيره جدا. يعني نحن نتجه نحو عصر جديد من الاستقرار ومن التوجه الاقتصادي المتحكم فيه نحو الجنوب. هذه المساله اللي ما كيعرفهاش، ربما ما كيعرفهاش بزاف ديال الناس، ان هذا التوجه ديال المغرب منذ الستينات، وبهذه المعلومه ساختم. هذا التوجه اللي كنشوفوه اليوم هو توجه المغرب منذ الستينات والسبعينات، لكنه منع في ذاك الوقت، والمغرب ما كانش عنده القوه والقدره الكامله انه يفرض رؤيته في الوضع الذي كان فيه، سواء دولي او داخلي. واحيلكم على واحد المحادثه ولا واحد اللقاء اللي وقع بين احد المسؤولين من المغاربه الكبار انذاك والسفير الامريكي كولر، السفير الامريكي في الرباط. قيل للسفير الامريكي في الرباط الاتي، قال له: نحن في المغرب لا نرى المغرب الا في منظمتين عالميتين فقط، اللي هي منظمه الامم المتحده والمنظمه الوحده الافريقيه. حتى جامعه الدول العربيه قيل له هكذا بالحرف. للاسف انها ضروره شعبيه، لان الشعب المغربي ما غاديش يفهم قرار انسحابنا من الجامعه العربيه، والا كنا انسحبنا. فالمغرب اليوم توجهه نحو افريقيا ونحو العالميه. والسلام عليكم ورحمه الله. شكرا لك مون جنرال. صحيح ان هذا الموضوع تكلمنا فيه تقريبا لمرات عده، وجاءت ربما الفرصه لكي نحيي هذا الطريق. ما عرفتش عند من الصوت من سي إدريس، انا راه كنت قلت شحال هذه بان سياتي اليوم الذي سنرى العنوان طريق الملح والذهب عنوانا رسميا. نعم. ان شاء الله غادي نشوفه في القريب العاجل. والجميل اخر مره كنا ناقشنا فيها الموضوع كان حاضر معنا الاستاذ عبدو ابو مهدي، اللي بالمناسبه وباسم الاخوان كاملين اللي حاضرين معنا نرحب بسي عبدو. عمر عندك اظن عندك الضجيج. دينا لك المايك ومازال المايك. ادريس ثانيه باش نسلم على خويا ابو مهدي وعلى الاستاذ ابو مهدي والساده ديالنا لاله سميره. غادي ننزل مع الاسف، عندي واحد الظرف طارئ وكنت باغي نسمع، لانه ابو مهدي من الناس او الاستاذه سميره من الناس الذين يطربونني صراحه. اطربوا بصوت. لا انا لا اوجد با دي فلور لا سميره، حقيقه. تحياتي لك ابو مهدي، سي ابو مهدي، والسلام عليكم ورحمه الله. الا سمح لي سي إدريس، سي لو جينيرال، غير واحد الدقيقه قبل ما يهبط. اول حاجه طلعت غير باش نسلم عليكم وحده، وتحت الاخوان السي المريد، السي عمر اللي كان معنا، والسي الجينيرال، والاخ امين فاس، والسي محمد لو جينيرال، والاخت الكريمه سميره. بغيت غير نقول لك اخويا إدريس، راه تبارك الله هاد القامات اللي جامع دابا في الكيس عاد اللي في التعاليق، لو ان بعض الناس جوارينا كانوا ياخذوا غير هاد النخبه هادي واحد العام، كنظن على ان العقليه والثقافه والسياسه والاقتصاد وهذه غادي تبارك الله ما شاء الله. التحليلات انا تبعتكم شي شويه، التحليلات ديال الاخوان زعما عميقه ليس بالهضره كي كنسمعوها عند بعض الناس اخرين، يعني لان التطرق ديالهم كاين عن علم، عن دراسه، عن تحليلات اكاديميه، عن ممارسه فعليه كتلقى كيمارسوها. هذا ما كيبينش غير على ان الاهتمام ديالهم اهتمام فيما يخص الوطن ديالنا فقط، ولكن كنعرفوا حتى ما يجري على الصعيد الاقليمي والجهوي او حتى العالمي. غير فيما يخص قبل ما يهبط السي الجنرال على هذه القضيه ديال الطريق لا سانتور الى غوت اللي ما بين طلقتها الصين، الاهتمام الاخوان بواحد التجربه متواضعه
واللي كان عندي غير دير واحد الفيديو كونفيرونس مع الناس اللي هما مهمين داخل الحزب الشيوعي الصيني فيما يخص شي حاجه البيوغاز، وكندرت معهم واحد الانترفونسيون على ان الاهتمام اللي كيعطيوها الصينيه على اعلى قمه حتى الناس اللي متخصصين، على انه اهتمام اكثر من اللي عطينا حنا كمغرب. وكيستشهدوا في الوقيته ديال البيريود ديال كورونا على ان النسبه ديال التعاملات الاقتصاديه اللي كانت ما بين المغرب والصين، وكانت اون بروميي ليو كان لو تي كان الشاي الاخضر، على ان كانت حطمت الارقام القياسيه. كي قال السي محمد لو جينيرال على ان من طريق من الملح وطريق او الذهب والملح، على ان من هنا تبلورات الفكره اللي جايه دابا الحزام والطريق اللي كتشيد بيه وكتعول بزاف. وهذا اللي خلاه لان الصينيين يدخلوا بواحد الكثافه كبيره في واحد النوع ديال الاستثمارات اللي كاينه دابا، سيرتو في التشنجات اللي وقعت مع صعود ترامب ما بين امريكا وما بين الصين، اللي بدات كتحل انفراجات فيما يخص التعاملات التجاريه. ولان المغرب هي البوابه ماشي فقط الى افريقيا ولكن بالنسبه لاوروبا ولا امريكا. شكرا اخويا دريس، انا طلعت نسلم عليكم لان ما غنمكنش نضيف شي حاجه اكثر من اللي ضافوها الاخوان الكرام والاخوات، حيت تبارك الله ملي كيحضر لما كيترفع التيمون هذه مواضيع فيها ناس متمرسين جدا، والله العظيم نستفيدوا من هاد اللايفات. شكرا لك لاتاحه هذه الفرصه. وبغيت نقول لك حتى النقاش اللي كان عندك اخويا دريس مع الاخت جكر ومريم مادام مرات سي جوجل على شنو باغي نخططوا فيه، شي حاجه فكره اللي هي جيده جدا خصها تبلور، ماشي يمكن يكون فيها واحد النوع من النجاح. كذلك حتى اللقاء اللي كان ما بين السي سمير اللي كنحييه والسي سيزار تنظن البارح وقيل عند نيت الاخت مريم، كان جد مهم جدا. وتوجتي انت اليوم الله يجعلها في ميزان حسناتكم، لان هذا نوع من التسخيف عبر وسائل التواصل الاجتماعي لينا كمغاربه، ونتمناو من الله على ان يتحل واحد شويه ديال لا سيبستونس غريز عند جوارينا، على الاخر غير يستافدوا يعرفوا شنو هي النوع ديال الحوارات اللي كاين عند المغاربه، ويكون علينا واحد النوع ديال المسؤوليه من نطلعوا نناقشوا في اللايف. شكرا لكم واعتذر، تحياتي لكم الاخوان والاخوات اللي في التعاليق واللي في الكاست. تحياتي السي ابو مهدي وشكرا خويا دريس. غير واحد المعلومه كان قالها السي امين فاس في التعليقات بان المغرب سوف يشرع في انتاج اليورانيوم والفوسفات. ما كرهتكش اخويا دريس تسلط الضوء على واحد الشخصيه مغربيه غير معروفه، هو المهندس الإدريسي الذي تم اغتياله في السبعينات، وكان هو احد الرواد الذي اكتشف لا فورميل ديال اخراج اليورانيوم والفوسفات. تحياتي الاخوان، تحياتي خويا. بارك الله فيك مول جنرال، بارك الله فيك. الا سمحتي يا خويا دريس قبل ما يمشي السيد جنرال، انا في اتصال اخويا الجنرال راك كنتي استضفتيه مهندس قامه مغربيه مسيو تيجاني مسيو واتر اللي نسحب تيك توك لانشغالاته، واللي هو في مكتب دراسات اللي تابع للمكتب الشريف للفوسفات على الكعكه الصفراء اللي خرجت دابا في زعما كمشروع من اجل التريتمون ديالها، لان هي كتجي من الاسيد فوسفوريك اللي كان كيتلاح نورمالمون في البحر. ولكن التكنولوجيا دابا على مستوى الو سي بي مع الجهاز على انهم وصلنا التكنولوجيات ولا فورماسيون دي كادر ديالنا على اننا فعلا غنستغلوها من اجل باش نديروها في الرياكتور ديالنا فيما يخص الكهرباء الدرجه الاولى، ومن بعد يمكن حتى في المسائل اللي غادي تكون كيدخل فيها الورانيوم بصفه عامه. فراه غادي نحاول كنتصل به، راه مشغول بزاف لان قابلين داك الانبوب ديال تحليه مياه البحر ديال اسفي اللي هو فيه 880 متر وداخل البحر، واللي غيكون اكثر من هذاك اللي كان جا الخريبكا. فان شاء الله له منا لانه الي دون كنقولوا دون لو بان ديال هذه المسائل، ونطعموها بواحد شويه ان شاء الله ونبداو التاريخ. سي ابو مهدي سبحان الله العظيم، انا راني كنفكر باش نجيبو لعند دريس لانه هذا قامه كبيره هذا السي تيجاني، غادي نحاول بالضبط اخويا ضروري ان شاء الله. كنت قلت للسي ادريس وخصنا نجيبوه لان غادي نستافدوا بزاف فيما يخص هذه المشاريع اللي بدات تترياليزا تحليه مياه البحر، فيما يخص التريتمون ديال هذه الكعكه الصفراء اللي هي كتسمى الكعكه الصفراء من بعد ما كنخرجوا لاسيد فوسفوريك من الفوسفات، ولان منه كنخرجوا هذه اللي كتسمى دابا الكعكه الصفراء، واللي هي لا باز اللي كيخصنا نديروا لها دي تريتمون باش نقدروا نخرجوا منها الطاقه.
فان شاء الله غادي تصادفوه والسي دريس يدير لها واحد النوع ان شاء الله بعد ما نلقاو الوقت المناسب عند سي تيجاني على انه يدير لها واحد النوع من ما كرهتش يكون واحد اون بيبليسيتي اللي كاع المنصات اللي هي مهمه وكتعتني بكل ما غادي فيه المغرب انهم يحضروا، وهذا غيكون ان شاء الله نهار كبير. وشكرا لكم وتحياتي اخويا الجنرال. اكيد شكرا لك مون جنرال. قبل ما فوالا سي جنرال انسحب واظن انه شديناه بزاف، اذا قبل ما ينسحب سي عبدو لازم اننا نشكره بطبيعه الحال الاستاذ عبدو. سي ابو مهدي ما شاء الله عليه. لو جنرال رحنا مازال ان شاء الله اليوم في الليل. بارك الله فيك. اولا نشكروا سي ابو مهدي وندعو جميع الاخوه الحاضرين معنا هذا اللايف، ندعو مع سي ابو مهدي بالشفاء العاجل ان شاء الله. واللهم لك يعني وانتم شاهدتم ربما جميعا يعني تواضع يعني احد قامات المغرب الذي وشحه صاحب الجلاله على اظن بوسام استحقاق كمهندس دوله ما شاء الله في الطاقه المتجدده، وشرفنا وانارنا في الكثير من المواضيع، وكيف لا وهو من الشخصيات التي تقرر في هذا المجال مباشره، يعني دعنا نقول بلجان مشاركه مرتبطه بالقصر الملكي، فله كل الاحترام والتقدير وعلى نبله وتواضعه الكبير جدا حتى أنه يرفض تسميته بدكتور أو أستاذ، وهذا يزيده إلى تواضع ورفعة. فنخليه سي أبو مهدي ينسحب ربما لظروف عائلية أو شيء من هذا القبيل، لكن سنستمر إن شاء الله في التواصل على أن نجهز للقاء هام سيكون عرسا لدينا على مستوى التيك توك لاستقبال هذه القامات الكبيرة. سي أبو مهدي لك منا كل العفو اخويا دريس الله يحفظك. راه شوف والله العظيم راه احنا اختي الكريمه الله يبارك فيك اختي سميره والوليدات اللهم امين وصديق ويعني الله يحفظك يعني في واحد المرتبه عليا ان شاء الله، وتنتشرفوا بك سي عبد الاله وانت عارف معزتك عندنا كمغاربه الوحده الترابيه. والله العظيم كل شرف ليا الاخوان وحده المغرب جمعيه مغاربه الوحده الترابيه ولا الاخوان كاملين، وشكرا للاخوان والاخوات. في التعليق هي غير شويه ظروف صحيه والموضوع بغيت نستفد منه اكثر باش نبقى معكم في الاستماع. ف ليس لنا لا جزاء ولا شكورا تجاه بلادنا الا كنا كنساهموا ولو في تقاسم المعلومات، لان راه بلادنا عطاتنا، بلادنا رباتنا وقراتنا وتحت الفرصه لينا، وكذلك حتى بالنسبه للشباب اللي كاين دابا. بلادنا غاليه وعزيزه وقد ما عطيناها سوف لا نستوفي حقها، وهذا من الواجبات علينا. اما العفو اخي دريس والاخوان واختي سميره والاخوان والاخوات كاملين، هذا اقل ما يمكن نديروه. شكرا، بون كوراج، دائما المزيد من التالق ان شاء الله لبلادنا، ونحن خدام وان شاء الله تحت الرعايه الثانيه صاحب الجلاله. شكرا جزيلا. وانا بارك الله فيك، بارك الله فيك سيدي عبدو، بارك الله فيك، وان شاء الله دائما دمت متالقا ومنيرا في جميع المنصات، ونحن دائما نرحب بك. اذا نصل الى الاستاذه سميره. شرف كبير هذا، نورتينا الاستاذه سميره. لك الكلمه استاذتي، تفضل. نورين بكم ان شاء الله، واللايف يستاهل اننا يعني ضروري نتواجدوا فيه كمغاربه، لان الموضوع يهمنا كلنا كمغاربه، وتبارك الله كل شيء اللي المتدخلين كلهم قالوا لي بما فيه الكفايه في احمد المنصور. لكن انا غادي نجركم لواحد المداخله اخرى بطعم اخر، وغادا نعطي النسب ديال احمد المنصور، وغادي نشوفوا الترابط ديال الدول اللي دازت كلها في المغرب. غادي نشوفوا واحد الترابط جميل بينهم وبين الملك محمد السادس. غادي نمشيو للنسب ديال احمد المنصور. غادي نقرا لكم النسب ديالو. احمد المنصور بن محمد الشيخ بن القائم بامر الله بن علي بن مخلوف بن زيدان بن احمد بن محمد بن ابي القاسم بن محمد بن الحسن بن عبد الله ابن أبي عرفة ابن الحسن ابن أبي بكر ابن علي ابن حسن ابن أحمد ابن إسماعيل ابن قاسم ابن محمد النفس الزكية ابن عبد الكامل بن حسن المثنى بن الحسن بن علي بن أبي طالب.
وهذا هو النسب الشريف باش تشوفوا بأن الدولة السعدية ترابط ديالها مع الدولة العلوية، مع الدول كاع اللي ضروري ما تتلقاو واحد النسب بين السعديين وبين العلويين، كلهم من نسب الشريف ديال محمد النفس الزكية. وهذا اهم شيء في هذا الترابط، واهم شيء يعني في هذا يعني النسب ديال سيدنا، من يعني الامتداد ديالو منين جاي، والترابط ديال الدول اللي مرت عن المغرب. ولكن الطعم اللي غادي نديكم ليه انا هو العملة ديال احمد المنصور الذهبي. غادي نشوفوا واحد شوية العملات ديال التاريخ ديال بلادنا، وغادي نشوفوا الدولة السعدية، وغادي نشوفوا أبو العباس المنصور بالله أحمد الذهبي. إلا كان ممكن السي دريس تكبر لي الشاشة باش يشوفوا الإخوان العملة. المارد دونك هادو عملات ديال أحمد المنصور الذهبي، عملات مختلفة، تنتمنى أنهم يكونوا يبانوا لكم مزيان. دونك هادو العملة ديال أحمد المنصور الذهبي، كل وحدة وفين مكان السك. هادو كلهم عملات ديال أحمد المنصور الذهبي الغالب بالله. فوالا هادو كلهم عملات، يعني كاين القيراط، كاين الربع، كاين عملات مختلفة. هادو مكان السك، يعني هذا الفلس، هذا الفلس ديال أحمد المنصور الذهبي، هذا فلس ديال أحمد المنصور الذهبي. هذا 1583، هذا 1583 المنصور الذهبي. كلهم هادو كلهم اللي غادي نوريكم ديال أحمد المنصور الذهبي. هذا سكة في هذا 400 قال، هذا 400 قال سكة في مراكش، هذا سكة في مراكش. فوالا هذا سنة 999 هجرية. هذا كذلك هنايا لما عين أمير المؤمنين، لأنه هو كان أمير المؤمنين وخليفة المسلمين. أحمد المنصور الذهبي كانت عنده الرتبة ديال أمير المؤمنين وخليفة المسلمين. دونك هادو العملات ديال هادي ضربة في مكناس، الأمر كله لله، مكتوب فيه الأمر كله لله. العملات ديال أحمد المنصور الذهبي كلهم مكتوب فيهم الأمر كله لله. فوالا يعني هادو عملات ديال أحمد المنصور الذهبي، لأن الإخوان كلهم قالوا الكثير في أحمد المنصور الذهبي، ولازم نعرفوا العملات كذلك اللي تداولوا في هذيك. هذه نحاسية، هذه نحاسية، هذه عملة نحاسية. إذن وغادي نمشي لكم لواحد تحفة أخرى ديال السلطان زيدان، المولى زيدان اللي الابن ديال أحمد المنصور الذهبي. هذا براد ديال النقرة 1634، 1634 ديال زيدان، ديال السلطان زيدان ابن أحمد المنصور الذهبي. يعني هادو نكهة، هادو نكهة ديال هذا البث وديال هذا المباشر، ضروري باش نزيدوا به الطعم ديال هذا المباشر، ونزيدوا به الطعم ديال هذا سميتو. هذه تحفة تبارك الله ديال 1600. إلا سمحتي لي أستاذة سميرة، والله أشكرك جدا على هذه الهدية، لأن والله مفخرة للمغرب والمغاربة ما شاء الله. فشكرا لك على هذا المرور الجميل وعلى هذه التحفة. تحياتي، تفضلي. يبان لكم 1634، تتبان لكم راه مطبوعة هنا مكتوبة 1634. هذا نقرة، هذا نقرة، هذا نقرة ديال السلطان زيدان، المولى زيدان ابن السلطان أحمد المنصور الذهبي.
يعني هذه هي المداخله ديالي، لانني غادي نتكلم على احمد المنصور الذهبي. تنظن بان ما غاديش نقول اكثر من اللي قالوا الاخوان، فكلنا تنعرفوا احمد المنصور الذهبي، كلنا تنعرفوا المعركه ديال واد المخازن اللي انتصر فيها المغرب، وانه بويع في ساحه المعركه، بويع في ساحة المعركة ديال أحمد المنصور ديال واد المخازن. يعني تاريخ عريق، وكانت التسمية ديال هذا الفيلق وهذا سميتو ما كانتش هكذاك، وما كانتش كيف قالوا الإخوان كلهم، وكيف قال سي أمين فهو الفتوحات، فهو يعني الازدهار، فهو الرخاء، فهو يعني عصر الذهب، عصر هذا سميتو. فما كانش من فراغ، هاد التسميه ما كانش من فراغ. وتحيه لك الاخ دريس العالمي، تحيه للاخ الماري، تحيه للناس اللي حاضرين معنا كلهم المغاربه. ونفتخروا بتاريخ بلادنا، ونفتخروا بشخصيات بلادنا، ونفتخروا بالنسب الشريف للدول اللي حكمت المغرب، نفتخروا بهم. يعني المغاربه خاصنا نهزوا ريوسنا للسماء، لان عندنا نسب شريف. ما جيناش من الخلا، ما لقطوناش، ما جابوناش قبائل ولقطونا وداروا بينا دوله، لا، جينا وحنا على الصح. بدينا يعني تكونت الدولة المغربية، تكونت على الصح، تكونت على أساس دول، تكونت على أساس إمبراطوريات، تكونت على أساس نسب شريف، تكونت على أساس يعني بزاف الحوايج. عملات بلادنا يكفيونا، عملات بلادنا يكفيونا شرف. عملات بلادنا لما تشوف العملة ديال 791 ديال الأدارسة، 791 ميلادية، لما تشوف الأمازيغ الملك باكا 203 قبل الميلاد، لما تشوف عملات ديال الأمازيغ قبل الميلاد ب 500 سنة و 400 سنة و 1000 سنة، يعني هذا سميتو. يعني ما تنظنش ان شي مغربي ما غاديش يفتخر ببلادو، ما تنظنش بان شي مغربي ما يقدرش يفتخر بتاريخ بلادو، ما تنظنش، لان التاريخ ديالنا الحمد لله بقى محفور في التراث، بقى محفور في التراث بحال هاد الشيء هذا، بقى محفور في العملات، بقى محفور في الكتب، بقى محفور في الخرائط. تاريخ بلادنا الحمد لله فوق كل شيء. وملكنا ما تيدير شي حاجه من غير الا ما كانت على الصح وما كانتش واقفه على الصح. اسم احمد المنصور الذهبي شرف لينا كلنا، وتحياتي لكل المغاربه. شكرا لك أستاذة سميرة، والله شرفتنا بالحضور، وما شاء الله عليك دائما متألقة، ودمت دائما كذلك. بالنسبة للإخوة اللي مازال طالبين الجاست وهذا، والله أعتذر منكم جدا صراحة. عندي غير ارتباط عائلي، وكان عندي اللايف سبحان الله العلي العظيم دائما وأبدا. فين ما نبغي ندير لايف في ظرف ساعة يأتي من يشدنا لساعات طوال، وهذا شرف كبير جدا والله. أقسم بالله العلي العظيم إلا كنت قلت غير ندوزو دو باساج هكا، ولكن حضور القامات الكبيرة والتدخلات الرائعة التي أطربت أذاننا، فلهؤلاء ومنا نقول لكم شكرا على المرور الجميل، شكرا على العبق التاريخ الذي يعني أزلتم أو لا أعطيتنا نفحات منه. فنتمنى دائما أنكم إن شاء الله من الأخ أمين المعروف ما شاء الله، والأستاذة سميرة، ودون أن ننسى الأخ المارد وكل الحضور اللي كانوا حاضرين معنا في هذا اللايف. أستاذي المارد أشكرك جدا على حضورك الجميل، والله العلي العظيم يعني سعيد. وغادي تشعلوا لنا الكاميرا، اش غنديروا بالكاميرا؟ اذا اخواني اعتذر بزاف، عندي غير واحد ساعتين ثلاثه هكاك، ثم سنعود في لايف مساء هذا اليوم على الساعه 11 ليلا لنجتمع واياكم في لايف جديد. راكم عارفين اللايف ديال العشيه